جاو وبداو كيشتغلوا كجواسيس، كيجيو للمؤتمر النهار الاول، لكن النهار الثاني ما كتعاودش تشوفهم، ينتشرون في الارض وكيسرقوا الماده الجينيه، كيمشيو يقطعوا فيما يمشيو يقطعوا شويه اللوز، شويه التمر، شويه هذا، شويه اركان ويديو. انا غنرجع لهذه النقط فيما بعد، لان داك الشيء بان دابا، داك الشيء اللي دار هذه واحد 30 سنه بدات كتبان النتائج ديالو دابا. يبدو على 80% ديال البذور اللي كتباع في المغرب ديال الخضروات المصدر ديالها اسرائيلي. فاسرائيل مارست القرصنه البيولوجيه على المغرب. انا اشتغل في معهد الحسن الثاني للزراعه البيطره كاقتصادي ديال الموارد البحريه بالاساس، لكن عندي درايه كذلك بالامور المتعلقه بالفلاحه، وبالتالي غيكون الكلام ديالي عباره عن شهاده من الداخل. ومزيان علاش قلت كنذكر شي مدير، لان بالفعل اجبد لي هذه القضيه الفلاحه، لانها من بين الامور الكبيره الذي يبدو ان هذا الكيان الصهيوني، وسمحوا لي استعملت كلمه اسرائيل عوض باش يربح لي الوقت، انه يراهن عليها. مزيان نعرفوا شنو هي اسرائيل. اسرائيل بقعه مساحه صغيره استنزفت المياه الجوفيه ديالها، اللي ولات عندها المياه مالحه، لان كانت كتستعمل اعاده تدوير المياه ديال الصرف الصحي، وبالتالي ولات عندها مياه مالحه لا تصلح للزراعه، وعندها بحث علمي متطور. هذا ما نساوش 5.44% من الناتج الوطني الخام، اعلى مستوى في العالم. المغرب عنده 0.7%. اذا هذه المعطيات مهمه، وبالتالي عندها بحث علمي متطور، وخاصه في المجال الفلاحي في البيوتكنولوجي، وبالتالي كتقلب على انها حكم انها عندها شركات كبرى كتشتغل على مستوى العالم في الانتاج الفلاحي، فهي كتقلب على توسيع المجال الاشتغال ديالها، وبالتالي مشات لمصر بدايه، في الاردن، بعد مشات دابا كتقلب على السودان، ثم جات المغرب، واخيرا جات المغرب. اذا قلت ان هذا المعطى مزيان نعرفوا شنو هو لي زونجو بالنسبه لاسرائيل. عندها جوج الحوايج: لا نورماليزاسيون، سيتادير ان هذا الورم اللي كان مبثوث في قلب الامه العربيه والاسلاميه، انه الناس يتعاملوا معه كانه دوله عاديه. ثانيا كاين ان انجو ايكونوميك، اقتصاد من اكبر الاقتصادات اللي معروفه دابا العالم من حيث النمو، نسبه النمو، هي اسرائيل. اذا عندهم بحث علمي هذا، لكن ما عندهمش الموارد الطبيعيه، وما عندهمش فين هذا، ولكن المفارقه على انهم من اكبر الفاعلين عالميا على مستوى الانتاج والتصدير ديال المزروعات. اكبر الشركات في العالم ميهادرين، نيفارتيم الى اخره، كلها اسرائيليه. اذا كتقلب على انها تلقى منافذ فين تطور هذه الانشطه ديالها، فجات للمغرب. والمناسبه المغرب ماشي عاد جات ليه، المغرب راه جات ليه من التسعينات، والاختراق الجامعه كان بدا في التسعينات، وخاصه في القطاع الفلاحي. وحنا كنعرفوا هذا الشيء، كان عشنا في واحد الفتره معينه في المعهد ديال اكادير، المركب ديال اكادير، لبست انا، جاو وبداو كيشتغلوا كجواسيس، كيجيو للمؤتمر النهار الاول، لكن النهار الثاني ما كتعاودش تشوفهم، ينتشرون في الارض وكيسرقوا الماده الجينيه، كيمشيو يقطعوا فيما يمشيو يقطعوا شويه اللوز، شويه التمر، شويه هذا، شويه اركان ويديو. انا غنرجع لهذه النقط فيما بعد، لان داك الشيء بان دابا، داك الشيء اللي دار هذه واحد 30 سنه بدات كتبان النتائج ديالو دابا. اذا قلت انهم جاو دخلوا بداو حاولوا انهم يديروا اختراق في الجامعه، لكن بان التطبيع كان توقف في 2000، لكن بتوا الجذور ديالهم. جاو شركات كبرى في ثلاثه المجالات: مجال ديال البذور، المجال ديال المعدات ديال السقي، وخاصه السقي الموضعي ولا التنقيط، والمجال ديال الاسمده الدائبه، لي زونغري لي هيدروسوليبل. ثلاثه ديال المجالات، وداروا شركات وانتشروا وسيطروا على السوق، وخاصه المنطقه ديال السوس مسا، لدرجه ان كاين بعض الارقام، لان هذه الاحصائيات في هذا الشيء هذا لعلمكم ان ما كايناش، والصعيب ديالنا انا اتصل بشحال من المهنيين وكذا باش كندير تقاطع المعلومات باش نحاول نطلع بعض. يبدو على 80% ديال البذور اللي كتباع في المغرب ديال الخضروات المصدر ديالها اسرائيلي، اما في شركات باينه، ولكن بطبيعه الحال من بعد طوروا الاستراتيجيه ديالهم، ولاو كيتخفاو، ولاو كيدخلوا مع شركات مختلطه، او لا كيدخلوا عبر شركات هولنديه اللي هي من اكبر كذلك اللاعبين على مستوى العالم باش يبيعوا البذور في المغرب. هذه القضيه البذور مهمه للغايه. علاش؟ لان هي الامن الغذائي. تصوروا المغرب خامس الى سادس منتج عالمي ديال الطماطم، 40 سنه هذه ما قدرش يطور البذور، اللي هو ما عندوش تكنولوجيا ديال انتاج البذور، مازال كيعتمد 80% على البذور الاسرائيليه. بذور اسرائيليه غير قابله ديبلويد، يعني ديبلويد معناها كتستعمل مره واحده، بحال الدلاح تستعمل مره واحده، فبالتالي خصك ضروري تبقى تشري من عندهم.
انا غنرجع هذه القضيه ديال لان كنناقشوا مع الاساتذه في الجامعه تيكررونا تكرارا وما تخلطوناش بين السياسه والعلم. كاين هذا الكلام، هذا هو اللي بغينا نواجهوا. التطبيع خصنا نبداو بهذه المنطلقات. هادوك دوله متقدمه غنستافدوا منهم. انا غنجي لهذه القضيه ديال الوهم ديال الترونسفير التكنولوجي ديال الاستفاده، وغنركز على الجانب الفلاحي. يمكن انا ما كنعرفش قطاعات اخرين، لكن نركز على الجانب الفلاحي. اذا قلت 30 سنه مازال حتى شي مختبر، حتى شي شركه في المغرب كتنتج البذور. لا زلنا بعد 30 سنه كنستعملوا بذور اسرائيليه. تقريبا 90% ديال المعدات ديال السقي شركات اسرائيليه، لدرجه انهم وضعوا وحدات صناعيه في المنطقه ديال الدار البيضاء اللي كتصنع مواد لكل هذاك الشيء ديال التنقيط. والمناسبه السياسه ديال المغرب الاخضر اللي كان جابها خنوش كانت بالنسبه لهم ينوبان، لان كان وضع هذه القضيه ديال التعميم ديال السقي بالتنقيط، والمورد الاساسي هو اسرائيل ومن عندنا. ثم القضيه اللي قلت ديال لي زونغري لي بوسيليب، هذو ثلاثه ديال القطاعات اللي كانوا خطيرين. قلت انه بداو كيسرقوا الشتلات والبذور. وكاين واحد الاتفاقيه مهمه ديال في اطار تابع الاتفاقيه ديال البروتوكول ناغويا اللي هو تابع للاتفاقيه الدوليه. يمكن بزاف الناس ما كيعرفوهاش هذا المجال ديالنا، لكن اتفاقيه تابعه للاتفاقيه الدوليه حول التنوع البيولوجي ديال البيوروفيرسيتي. هذه اتفاقيه ناغويا شنو تقول؟ اتفاقيه ناغويا كتقول بان كتهدف على انه يكون توزيع عادل اللي نابع عن استغلال المواد الجينيه ولا الموروث الجيني. مثلا اسرائيل جات خدات اركان ومشات طوراتو ودارت ولات صناعه متطوره عندها، خص يكون عائد للمغرب. ووضعت كذلك اليات لمحاربه ما يسمى بالقرصنه البيولوجيه. فاسرائيل مارست القرصنه البيولوجيه على المغرب. في التمر دات المجهول، طوراتو حتى ولا قابل انه طورت يعني المكافحه ديالو الامراض، وانه ولا قابل انه يدار في مناطق المالحه، وحسنات حتى من الجوده. وبدات كتبيعو باسم مدجول كتبيعو وكتنافس به الاسواق اللي هي المغرب. وباش ما انكم كتعرفوا بان الاكبر المستهلكين ديال التمور هما المسلمين، باش هذيك الحمله المقاطعه ديال التمور بدات كتجي كذلك دارت ضيعات في المغرب ودارت ضيعات في الاردن وكذلك في فلسطين. عندنا طرق ملتويه انها تبيع ديك التمور انه على انها منشا غير اسرائيلي. مع المناسبه اسرائيل من اكبر المنتجين الفاعلين العالميين على مستوى التمور في العالم. داتنا اركان طورته كذلك المقاومه ديال الملوحه والامراض، وخرجت واحد الصنف 100 كيسميوه صنف 100، وطوروا كذلك الصناعه جد سريه لتطوير الزيت الجوده ديالو، ولاو دابا كيصدروه وكيشيروا على ان المنشا ديالو من المغرب. كيشيروا ولا دابا يعني كاين منافسه مباشره للمغرب. زيد على كذلك دابا الافوكا شنو المشكل ديالو؟ الافوكا كيستهلك الماء بزاف، ما بقاش عندهم الماء، حتى الماء اللي عندهم ذو جوده ضعيفه. كانوا عندهم شركاء في المكسيك كيصدروا دابا الافوكا هما من الفواكه الاكثر اقبال اللي عليها اكثر اقبال على مستوى العالم. كاينه موضه دابا الان ديال الافوكا. اسرائيل كتنتج تقريبا 250 الف طن سنويا، كتغطي واحد الحجم كبير ديال الاحتياجات ديال اوروبا. كيتصدر من المكسيك ومن بعض الدول. المكسيك دابا حاطر الجفاف حتى بعض الشركات ديالها سدات، فجاو للمغرب. المغرب خداو 455 هكتار 80 مليون درهم ديال الاستثمارات، ويمكن مازال العطي يعطي، مازال يمكن يبانوا ضيعات اخرى الى اخره. علاش جات؟ لان ما عندهاش الماء، ما عندهاش هذا، جات باش تنزل الفرشه المائيه ديالنا، خاصه انه ماء عذب، وجات باش تجي حدا اوروبا، لان كان خاصها سيمانه باش تهج لافوكا من اسرائيل. دابا جات حدا اوروبا، وجات باش تستغل كذلك اتفاقيات الشراكه ديال المغرب ديال التبادل الحر اللي المغرب عنده، لان هاد لافوكا اللي غيمشي منشا المغرب. اذا عارفين اش كيديروا، جايين باش انهم. ثم نسيت انهم سرقوا حتى اللوز وطوروه كذلك، ولاو كينتجوه. لا اركان، نعم اكيد. اذا خلاصه القول ان ما كاين لا نقل تكنولوجيا ولا تعاون تكنولوجي ولا شي حاجه، كاين فتح الاسواق، كاين تبعيه غذائيه. كيولي قطاع انه راهين راهين بليزانترون اللي كيجيو من اسرائيل. دابا غادي الى سمح لي السيد المسير 2 دقائق نتكلم على القضيه بزاف. طيب نظرا للمعلومات القيمه اللي كتقدم نتساهلوا معك. شكرا. اللي بغيت نقول انه على القضيه ديال البحث العلمي،
انا ما بغيتش ندخل، ممكن الا كانت شي فرصه اخرى من بعد نعطيو شويه البنش ماركين، شنو وقع للاردن، شنو وقع لمصر، شنو وقع للاردن، شنو وقع لمصر، بعض الدول اللي مشات في هذه واللي خربوا لها الزراعه ديالها، غير باش الناس الدعاة ديال التطبيع في هذا المجال وهذا واللي كيامنوا بديك الفكره ديال نقل التكنولوجيا يعرفوا شنو كاين. على مستوى الاساتذه ضروري النقابات خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، نقابه التعليم العالي خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، وضروري ان يكون ان ترافاي دو فون امام الاساتذه ديال التوعيه وديال التحسيس بالمخاطر ديال هذا هو الدور ديالنا. وتنظن ان داك الشيء اللي اجتمعنا هنايا النيت باش نتصداو لجميع اشكال الاختراق. عندي عده مقترحات يمكن نسلمها للهيئه المسيره، وشكرا لكم.